السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الكرام. فاز المنتخب الوطني المصري على نظيره منتخب ملاوي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوي بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار. افتتح أهداف المنتخب الوطني محمد صلاح في الدقيقة 19، وذلك عندما مرر محمد حمدي الكرة داخل منطقة الجزاء، فاستقبلها محمد صلاح وسددها مباشرة في شباك حارس ملاوي ليسجل الهدف الأول لمنتخب مصر الوطني، ليتقدم المنتخب الوطني بهدف دون رد على منتخب ملاوي. ثم أضاف الفراعنة الهدف الثاني مع نهاية الشوط الأول، عندما مرر محمد صلاح نجم منتخب مصر كرة ماكرة سددها عمر مرموش لتصطدم بأقدام مدافع ملاوي وتسكن الشباك. جاء الهدف عن طريق نيران صديقة من منتخب ملاوي. بهذه النتيجة تصدر المنتخب الوطني المصري المجموعة الرابعة مؤقتا برصيد 6 نقاط، لينتظر نتيجة مباراة أثيوبيا وغينيا، بينما تجمد رصيد منتخب ملاوي عند النقطة الثالثة بالتساوي مع أثيوبيا وغينيا.